لما مات رسول الله اعتزل بلال بن رباح الأذان، فكلما سألوه أن يؤذن لهم قال: مات صاحبي. فلما فتحت الشام واجتمع نفر كثير من الصحابة مع سيدنا عمر بن الخطاب، فاقهم الشوق موازينه لسماع نداء بلال، فقام إليه أبو عبيدة وقال: أذن يا بلال، فاليوم نصر وفتح للمسلمين. فلما قام بلال وقال: الله أكبر الله أكبر، ما بقي أحد كان أدرك رسول الله وبلال يؤذن له إلا وبكى شوقا لرسول الله، وكان عمر أشدهم بكاء. فلما وصل بلال: أشهد أن محمد رسول الله، غشي عليه وضجت المدينة بالبكاء، وما فقد الماضون مثل محمد نيهلاول وسبلسيبلة.